السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عساكم بخير طيبين. بنسوي اليوم وصفة جديدة سهلة ولذيذة، ممكن تسووها للعشاء أو غدا، مرة لذيذة إن شاء الله تعجبكم. فنبدأ ونقول بسم الله. أخذنا 2 كيلو صدور دجاج وقطعناه إلى مكعبات صغيرة. أول شيء تنظفوه الصدور، تاخذوا منه الأشياء الزايدة هذه وتشيلوها، وبعدين تقطعوه من النص، وبعدين تسوي مكعبات صغيرة. قطعنا الدجاج، بعدين أخذنا الخضار، هي فلفل رومي وكوسة. أخذت فلفل رومي من كل ألوان، لون أحمر وأصفر وأخضر، وقطعت على مكعبات برضو نفس شكل الدجاج، وكوسة بس قطعته على شكل دوائر. لا تنسوا قبل لا أقطع الخضار غسلتها أول شيء، بعدين بدأت التقطيع. لازم نغسل الخضار قبل أن نقطعها عشان فوائدها ما تزيل. فيقولوا لازم زي الكزبرة والسبانخ والأشياء هذه كلها لازم تغسلوها قبل لا تقطعوها. فقطعنا ألوان الفلافل كلها، الأحمر والأصفر والأخضر، وبعدين أخذت 2 كوسة. الفلفل الرومي كان حجمه مرة كبير، فأخذت بس نص منه. إذا كان صغير ممكن تاخدوه كامل. فبعد ما قطعنا الخضار أخذنا المقلاة، حطينا عليه زيت، وحطينا ملعقة كبيرة من معجون الثوم، وسبكناه شوية، حمرناه. بعدين حطينا عليه الدجاج اللي قطعناه، ونطبخه حتى يتغير لونه. يعني هو شوفوا كده الحين كيف لونه، بس يتغير لون. مجرد ما يتغير اللون نضيف عليه خل تفاح ملعقة كبيرة، وملعقة صغيرة، ملعقتين صغيرة من الملح، وملعقة كبيرة من كمون، وملعقة كبيرة من كزبرة، وملعقة صغيرة من فلفل أحمر، وربع ملعقة صغيرة من كركم. نضيف البهارات هذه، وبرضو نطبخه كده 5 دقايق على نار عالية. دايما النار يكون أعلى شيء عشان ينطبخ بسرعة، ما نخليه النار هادية عشان بعدين تطلع موية كتيرة من الدجاج ويتقطع كله. كده إدام الدجاج صار جاهز، شفتوا كيف؟ بس 5 دقايق والإدام جاهز. فدحين نحط على جنب الدجاج المطبوخ، وناخد مقلاة تاني نحط عليها زيت، ونحط برضو شوية ملعقة من معجون الثوم، ونحمره شوية، ونحط عليه جميع الخضار اللي قطعناها. يعني كمان ربع ساعة والإدام يكون جاهز. فجأة جوكي ضيوف وعندك أشياء هذه كلها في البيت، زي الفلفل رومي وكوسة والدجاج، صدور دجاج، فممكن تسووه على طول الغداء هذا بدل ما تطلبوا من السوق. فحطينا عليها دحين البهارات، هي بابريكا، حطيت ملعقة كبيرة، وربع ملعقة من فلفل أسود وملح. وبعدين حطينا عليه سمطرة، وبعدين حطينا عليه صويا صوص على حسب الرغبة. أنا ما أدري، ما أعرف أسوي بالكميات وبالمكيال، يعني خلاص أحط بالنظر. بس أقول لكم يعني ممكن تحطوا 2 ملعقة كبيرة من الصويا صوص، وملعقة كبيرة من سويت تشيلي، وسمطرة كمان كده 2 ملعقة، وحطينا كده نص كوب من كاتشب. خلاص نلخبط الخضار مع الصوصات هذه، وما شاء الله شوفوا الألوان كيف تفتح النفس، الأصفر والأحمر والأخضر، يعني كده يعطيكي إحساس جميل. فبس كده نطبخه 5 دقايق، ونضيف عليه إدام الدجاج، ونخلطهم زي الناس
حتى يصير طعم الدجاج مع الخضار يتجانسوا مع بعض، وخلاص كده الإدام صار جاهز. ما في أسهل من هذا الإدام وأطعم من هذا الإدام. تسلقوا رز معاه، رز أبيض، وتاكلوه معاه. ممكن تاكلوه مع خبز نان أو شباتي أو براتا. حطينا عليه بصل أخضر كمان عشان يدينا لوك حلو، مو لوك عيسى، لوك الإدام التشاينيز هذا، بس هو مو تشاينيز، إدام هندي باكستاني. ما أدري فين كنت شفت الوصفة عجبتني وسويتها، وفعلا طعمها مرة غير. هو كده لما تشوفي المقادير تحسبيه كأنه إدام جلفريزي، بس لا، مرة مو جلفريزي ولا يقرب له شيء، ولا من بعيد ما له قرابة مع جلفريزي. طعمه مرة غير، وإن شاء الله تجربوه عشان تعرفوا الطعم كيف. فنستأذن دحين منكم، سووه وكلوه بالعافية، ونحن كمان أكلناه بالعافية الحمد لله، وانبسطنا بطعمه، مرة غير ومرة لذيذ. نشوفكم في فيديو جديد مع وصفة جديدة إن شاء الله قريبا. نستأذن ونقول مع السلامة، تصبحوا على خير، لأن وقت الفجر صار وأنا لسه بسوي إديتنج. هيا مع السلامة.